الزكام شيء مفيد جدا. تسمين نود خشام تقاكريس توهمان إلى الفيت لامور إميدن ميزدار أي سهرش بهرا وطن المنزلت ديزدار أتنس لكم أكو أرلموت زوند إخاتار نغل عمر ويدا مدار تيموضاني دومن ديمسكان التمغارين إتارون. النقطة الثانية تنصحوا هذا العام أكثر استعمال هذا اللقاح هذا. علاش؟ لان دابا حنا كنعيشوا واحد الفتره ديال الجائحه غتسقايضني ناس وكاساد ندير الجائحه كوفيد زاد مراو يغير الفيروسات دار وين ودخشام ايان اريتي لي غيات الضرورت الخطوره ارتكات خطرت مثلا مقارنه الى ما جا شيء. وبالتالي باسكو عندنا حنا كاين دابا هذا الخطر ديال الاصابه بالكوفيد، مزيان الانسان يكون داير التلقيح ديال الزكام باش حتى لا قدر الله تصاب بهذاك الكوفيد 19 ما كيكونش عنده يعني داك الخطوره ديال ان تواجد هذا الزكام وها الكوفيد يتجمعوا عليه بجوج الله يحفظ يكونوا صعاب على الذات. كاين اولا النوع ديال التلقيح اللي تنديروا هذا السنه اسكوساد تسمين نتخشام كيسا سفار ايغان رباعي اورد ثلاثي زوند اسكواس نيزرين اللي تنين ماز ديزدار اي حضو صغر بعنوانه ون الفيروس يتسبب نتخشام. الفيروس اللي كيسبب هذا المرض ديال الزكام قبل كنا كنديروا غير 3 الفصائل، دابا نصدار انني مستسمين نسكوسات دارسيا المفعول بهراية توين دارسيلين تيفوتين يوفن اي ديزرين. وهذه الفصائل هي اللي اكثر عرضه واكثر اللي كتصيب الانسان. يعني كنقدر نقول 99% ديال الحالات ديال الزكام اللي كتكون فيها هاد 4 ديال هذه الفصائل هذه الخاصه. وبالتالي هذا العام يعني التلقيح اللي كاين هذا العام فهو اكثر يعني نجاعه، اكثر فعاليه من داك اللي كانت يدار قبل، لان فيها كيحمي ضد 4 ديال الفصائل. وبالتالي ان شاء الله تكون النتائج ديالو غتكون احسن ان شاء الله من السنوات اللي فاتت. احنا السياسه ديال وزاره الصحه ديالنا تسرتيت نتنغلاف نتدوسي تزليتا سمينتاد نتخشام يمكن تحتاجان داك تطفور غنايات تمال نتايمون تماضلان نتدوسي اللي تحدد ما تمشن إخصاد سكن التلقيح دافدان توكد غنايا نسكرية المسطرة تيغان ونيرانا يتسمينت تخصى التوريق نضبيب اش كنت ايزرانا ماضون اريتيسان مازديكا صاوي اللي تحتاجان كينتمي لهذه الفئات هادو. اذن هذه النقطه الاولى يعني ولات الوصف. النقطه الثانيه كما كتعرفوا صافت سكايضنين يمكن لي تسنت مازالت نتلقيح سكواسات تمساسات توفسرت كوفيد زاد مراو نكوني نتحضر يتمازالت نتلقيح ضد الفيروسات إتيوسكار ين كناش نغيا طريقت اللي نكا إيوان نتسمين نتخشام غير توزمنا ميسمنس دواس تاختيقات القيح أفاد نيسان إغريس كرت القيح يضمين مازديزري 21 نوسان القيح اللي خدا والتاريخ فوقاش خداه. إذا حنا باش كنتأكدوا بأن السيد راه يعني ما دارش التلقيح ديال الانفلونزا في هذيك الظرف ديال 21 يوم كيكون عنده ذاك الكارني تيقدموا بأن تيدار بأن التاريخ ديال التلقيح ديالو راه كان مثلا في واحد المده اللي هي اكثر من 21 يوم. علميا ومن الناحيه الصحيه ما كاين يعني حتى شي مشكل. وريتاو ديالو مكريس اغنقات القيح نوتخشام نقدا وين كوفيد صد مراو قدنا يبدا اللي غيتيوسان اغتدوسي تنمتيت ماز نصدر اسكرتوك نتلقيحات زون تضرانين غير مزوره ارس نتكا صدي سرتام تلقيحات اي ليتينين ماز نصدر اتنسكرسين ادخشام ايغاتا ماضونت كوفيد صد مراو إيجايات يضنين ماشي خصا أي الفرق زلين كراضي ملاسن نغ 21 نوسان أقل 21 يوم يعني 3 الأسابيع ما بين داك اللقاح ديال الزكام واللقاح ديال الكوفيد 19.
طبعا الى جينا اي واحد ناض يغديوش كاكريغتيان ايسكر التلقيح واخاو تحتاج ريكمل درت سلافن وإذا يخصت تقونا أيان أفرت لتوريد إخنطامن طورخ نضبيب إتشهاد مزدا ماضونات يحتاج التلقيح الطون تلقيحات يوجد نختمازيرت ريبو درت زريثة مازالت غزم سيفوركين ديالنا باش يمكننا نوفروا يعني ونقوموا بهذه الحمله هذه تلقيح ان شاء الله في احسن الظروف.